ناخد من البي اند ال صافي الربح اللي طلع معايا اللي هو مش حقيقي. نبدا بقى في الكاش فلو بالطريقه الاندايركت ان احنا نعمل له ادجستمنت. بعمل له ادجستمنت ازاي بقى؟ ان انا بمنتهى البساطه في حاجات نون كاش كانت موجوده في البي اند ال، صح؟ زي مثلا على سبيل المثال، احنا عندنا في البي اند ال في اكسبنس بتاع الديبريشيشن، صح؟ امم. هل الاكسبنس بتاع الديبريشيشن ده كاش؟ لا، ده نون كاش. لا، رد. مش. رد بقى على الايه، على الصافي الربح اللي طلع عندك ده. طيب، تيجي مثلا في البي ان دي ال عندك فوركس او فروق تقييم بتاعت عمله حصلت. هو فروق التقييم دي انت دفعتها فعلا؟ لا، انت جيت في اخر السنه كان عندك اصل او حاجه انت كنت مشتريها، او التزام عليك كان لمورد بالدولار مثلا، امم. فحصل ديفالويشن وحصل تغيرات في فروق في سعر الصرف، فالالتزام ده القيمه المقابله ليه، تمام، زادت. حلو. يعني مثلا كان حلو. عليها 1000 دولار ايام ما كان الدولار ب 15، النهارده الدولار ب 50. ده كان قيمتهم 15000، دلوقتي بقى قيمتهم 50000. فاصبح مم. عندي فيه لوسز 35000. دي بتروح على البي اند ال، بنسميها ايه؟ فوركس او فورين اكسشينج اكسبنسز يعني. تمام. طب ما ده برضو نفس الكلام، ده نون كاش. تبدا ترد الحاجات الايه النون كاش دي كلها لصافي الربح اللي موجود عندك. طيب، نخش بعد كده بنعمل ايه بقى؟ شفت بقى الجزء انا بتاع فهمت. الاوبريشن؟ يعني صافي الربح تبدا تشيل منه، تخصم منه كل الحاجات اضيف اللي له، مش لا كاش. ارجع. مش انا كنت مخصم الحاجات دي في البي اند ال؟ كنت مخصمها في البي اه، اند كنت ال. كاتبها بس انا ما دفعتهاش كاش. انا ما دفعتهاش كاش. ببدا بقى حلو، ايه، ازودها اجي بقى. اجي في الكاش فلو اردها تاني للايه، للنت للصافي بروفيت، الربح، النت بروفيت ده، ايه. عشان يبقى اه. ادجستد. بنسميه ده بقى الادجستد نت بروفيت. اللي هو اقرب للحقيقي. لا، ده لسه بقى هتحط عليه حاجات. مم. انت المفترض البي اند ال يا جماعه، عشان بس تبقوا فاهمين الموضوع ده عامل ازاي. البي اند ال في الاخر، تعالى نتعامل بلدي، احنا في وكاله الحاج عبد الغفور، خلاص. المفروض ان حلو. انا جالي فلوس، طلعت فلوس، فانا باقي معايا مبلغ قد كذا، صح؟ مم. حلو. بمنتهى البساطه. مش ده اللي بيبقى ظاهر عندي فين؟ في حسابات النقديه اللي موجوده فين؟ في الكرنت اسيتس، صح؟ اي. المفترض ان البي اند ال كانت تطلع هيها رصيد يطلع النقديه نفس الرقم اللي اللي في حساب المفروض موجود البنك، هناك. اللي موجود في حساب اي. البنك. ما هو ده في الاخر صافي الحركات اللي حصلت. لكن حقيقه الامر صحيح. عشان انت شغال في البي اند ال باكرول بيز وبتاع حاجات زي كده، فتلاقي رقم صافي الربح ممكن يبقى كبير وانت كبر. في البنك غير مليون ريال اصلا مثلا. اصلا مش معاك كاش اصلا بالظبط. فاحنا عشان كده بنعمل الادجست ايه على القصه دي. طب نيجي بقى للسكشن اللي بعد كده، الكاش فلو بالطريقه الاندايركت. نفس الكلام، هي فيها 3 سيكشنز: الجزء الخاص بالاوبريشن، والجزء الخاص بالانفستمنت، والجزء الخاص بالفاينانس. طب الجزء الخاص بالاوبريشن ده هو تسمعته منين؟ من البالانس شيت. تسمعه دايما على مصطلح الوركينج كابيتال، صح؟ راس المال العامل. راس المال العامل هو عباره عن الكرنت اسيتس ناقص الكرنت لايبيليتي، بمنتهى البساطه. يعني بتشوف اي. البالانس شيت، ايه الكرنت اسيتس اللي عندك، ايه الكرنت لايبيليتي اللي عندي، الفرق بينهم هو ده راس المال العامل. الاوبريتنج كاش فلو هو ده اللي بيهتم بالحته بتاعت مين؟ راس المال العام او الوركينج كابيتال. يعني ايه بقى؟ لما يجي اشوف الكاش، باخد التغير بين سنتين مقارنه. يعني مثلا انا قفلت سنه 23، خلاص، وعندي سنه 22، كويس. عندي العملاء هنا كانت بمليون، والسنه اللي فاتت كانت بمليون ونص. ما السنه اللي فاتت دي تعتبر كان الاوبننج بالانس بتاع السنه دي، صح؟ اللي انا دخلت بيه السنه دي سنه 23. لما تطرح الفرق بينهم تجيب اللي تشينج او التغير اللي حصل، ده يعتبر كاش فلو. يا اما بقى ايه، بالبوزيتيف او بالنيجاتيف. فبناخد كل الايتمز بتاعت راس المال العامل او الوركينج كابيتال اللي موجوده عندي في الميزانيه ما عدا الكاش طبعا، خلاص. وفي الاخر ايه، احط التغيرات، كويس. فيطلع لي ده بتاع الاوبريشن. بتاع الانفستمنت اشوف ايه المشتريات اللي حصلت بتاعتي فعليا از كاش بيز، خلاص. بقى جبت فيكسد اسيت بكام، جبت خطوط انتاج، ما اعرفش ايه الكلام ده، كل ده يتحط جوه ايه، الانفستمنت. الفاينانسنج اكتيفيتيز نفس الكلام، بجيب بس في الكرنت لايبيليتي لو الشركه واخده لونز، بجيب التغير اللي حصل على اللونز ده. ولو والشركاء ضخوا فلوس في الايكوتي، نفس الكلام، اخد الفلوس دي ايه واحطها. في الاخر خالص لما تضرب دول كلهم في الخلاط، الرصيد اللي هيطلع تحت مين بقى؟ رصيد النقديه بتاع البنك.